مرحبا بكم. أنا صفوق الشيخ من سوريا. نحن في سوريا سنتذكر هذا المشهد، لن ننساه، لإخوتنا في المغرب من طنجة للكويرة الذين استقبلوا لاجئين السوريين. سندرس الأجيال أن أعظم ملك على وجه الكرة الأرضية، نعم، لم ينحني لكل ملوك العالم، لم ينحني لإنسان تحت هذه السماء، لم ينحني لأحد، ولكن انحنى انحناء الرفعة والسمو، انحنى انحناء العظمة للاجئة سورية هي وطفلها كما تشاهدون. نعم، كانوا في صحراء النيجر، رمتهم حكومة الجزائر، وللأسف الحكومة وليس الشعب، رمتهم في صحراء النيجر برا، قالت لهم يلا برا. سندرس أجيالنا عن هذا الملك العظيم في مناهجنا الدراسية، سيدرس هذا الشيء، هذه اللقطة ستدرس في مناهجنا الدراسية، نعم، في سوريا. نعم، نتكلم لهم عن القرويين الجميلين الرائعين من طنجة للكويرة، أهلنا في المغرب العظيم، ذاك البلد العظيم الطيب، ذاك الشعب الطيب، لا شرقي ولا غربي. سندرس أجيالنا ماذا فعل القرويين. نعم، هناك في سوريا، في دمشق، في كل المحافظات، في دير الزور، في الرقة، في الحسكة، في حمص، في درعا، في السويداء، في الساحل السوري، نعم، في كل أرجاء بلادنا سندرس هذا الشيء، أن الملك محمد السادس وملوك المغرب، نعم، احتضنوا لاجئين، وكان المغرب من طنجة للكويرة هو بلدهم الثاني بكل حرية. لا يسمونهم لاجئين، بل يسمونهم مقيمين على التراب المغربي، مقيمين وأخوة وأهل البلد وأهل الدار. نعم، بينما الجارة الجزائر طردتهم وكبتهم في صحراء النيجر، وساعدت كل من أراد قتلهم، ساعدته وأمدته بالمال والسلاح من أجل أن يقضي على ما تبقى منه. التاريخ لا يرحم يا كراجلة، لن ننسى موقف المغرب.